يتفننون في تعذيب أبناء الحركة، مستعملين في ذلك أحدث الأساليب وأبشعها أملا في النيل منهم ومن معنوياتهم. وقد وصل التعذيب والتنكيل درجة كبيرة من القسوة والوحشية. زين العابدين بن علي ومحمد الصياح والأسعد بن عثمان بوسام بورقيبة. وكل مستكين بكل مفقود من الجدال فهو مستجيب. استعمار المتطرفين في الدين، المتحالفين مع الصهيونية الجديدة، فنحن السد المنيع في وجه هؤلاء المجرمين الذين يريدون إرجاع تونس إلى عهود الاستعمار السابق. نحن في هذا الحزب بورقيبيين